بسم الله الرحمن الرحيم. دي فراخ وراك، يعني عشان احنا معظم اللي عندنا ما بيحبوش ياكلوا الصدور، فايه والصدور حتى البانيه بنعمله فاهيتا او شاورما عشان يعني ما حدش بياكلها او لحد ليه تقول عليها قوي انها تتاكل كده لوحدها. دي التتبيله بتاعت الفراخ اللي هتتعمل جنب المحشي: توم بودره وبصل بودره، زعتر، رشه صغيره كده كزبره، فلفل اسمر، 7 بهارات، شويه كمون، شويه كركم. هنقلبهم على بعض وملح طبعا. وهنبدا، هو الحقيقه انا عايزه اعملهم لوحديهم اعرف عشان اعرف اخلطهم كويس اهو. واحط عليهم علبه زبادي، واحط عليهم شويه زيت اللي هي بيطري، عشان اقدر حوالي معلقتين 3 زيت. وهحط معلقه خل واحده عشان ريحه الزفر. هقلب كل ده كده بايدي عشان اقلب كويس. هحط شويه زيت تاني اسيلها شويه بس عشان اعرف ادهنها في الفراخ. وبعد ما ادهنها كويس هبدأ بس افضيها في حاجة تاني عشان انا حطاها من بدري تصفي ميتها، لكن ما زالت بتنزل مية، فمعلش فوق. وهبدأ، احنا ما شققناهاش على فكرة، كل مرة بنسى. هنبدأ نشقق كده شقة او 2 فيها عشان التتبيلة تدخل جوه. السكاكين بقت صعبة قوي. بحط جوه الجلد وبره الجلد، وببدأ ارص في الصينية. يجي هنا في الحتت دي اللي هي زي الصدر بحط جوه، وبدهن البطن بتاعتها وبدهن بره. دي مش هتتشقق لان بيبقى فيها عظم كتير. لو عايزه تشققي شققي الحته اللي تلاقي فيها لحم كتير، شقيها عشان الحياء بتاعها وعشان التتبيله تدخل جواها. هفصل واعملها كلها. هنا الفراخ كلها اتبلت بالتتبيله، وبنحاول نظبطها في الصينيه شويه عشان هم كتار على الصينيه، ولكن ايه لما هتاخد غلوه تبدا تعمل كده. بالخلطه الجميله دي هنرش بس عليها شويه بابريكا، لان البابريكا مش باينه فيها. انا حاطه فيها بابريكا لكن مش باينه. ما حطيتش الحقيقه فيها ولا توم، وبعدين انا غسلاها بالليمون جامد، فما شويه بابريكا كده على الوش تديها لون. هي كده كده هتستوي فوق على البوتاجاز، وبعدين هدخلها الفرن ان شاء الله. كده جهزنا الصينيه، وربنا يقدرنا ونخلص المحشي في اليوم الطويل ده، وربنا يسهل ان شاء الله. اهي اتمنى تعجبكم الخلطه، واتمنى تجربوها ان شاء الله مع بعض لما تخلص.